ندوق بقى النهاردة عاملين مكرونة وسجق او بالسجق يعني. شوف الخبير هيقول ايه. اتفضلي. الخبير. بسم الله. سخنة. ايه رأيك؟ حلو. كم من 10؟ 10 من 10 كمان. ماشي. نبدأ بقى في الوصفة. هنجيب حلة ونحط فيها شوية من الزيت وشوية من الثوم ونقلبهم كويس. هنا بعمل صلصة المكرونة. انا عملت ده لوحده وده لوحده لاسباب مهمة جدا هقول لكم عليها. اول حاجة طبعا بعمل زي ما قلت لكم الثوم بحمره، وبعدين بنزل بعصير طماطم مضروبة في الخلاط واسيبها اركنها على جنب اسيبها تتسبك. ندخل بقى في السجق. قطعت السجق وهو متجمد ماشي عشان ما يتفتفتش وهو متجمد. قطعت طماطمايه، فلفل، توم وبصل. طيب ليه مش على بعضه؟ لان انا لما بحطهم على بعض بحس طعمها، يعني بحس المكرونه ما بتبقاش حلوه. تقولوا لي ليه؟ اقول لكم ما اعرفش. بحس ان انا لما بعمل ده لوحده ده لوحده واحطهم فوق بعض ده بيخلي المكرونه يعني محافظه كده على شكلها، فاهمني؟ والسجق بيبقى كده طعمه احلى وباين اكتر. بحس انهم هما بيتعملوا مع بعض في حاجه واحده ما بتبقاش طعمها حلو. ده احساسي. ثانيا ان انا معايا اطفال ومش قوي يعني اعمار مختلفه، فده هياكل من غير سجق ودي هتاكل بالسجق بس بكميات معينه. يعني فاهمني حوارات كده. المهم ندخل على السجق. طاسه شويه من الزيت قليلين جدا جدا وبننزل السجق لان هو فيه دهون. اول حاجه بشوح السجق، بعدين بنزل بالبصل وبعدين بنزل بالفلفل واسيبهم يتشوحوا مع بعض. وبعدين بنزل بالطماطمايه متقطعه مكعبات صغيره، او مش عايزه تحطي طماطم شيليها وحطي معلقه من الصلصه براحتك، بس الطماطم هتديها طعم وقوام احلى بكتير. وافضل برضو اقلب بالشكل ده. توابلنا مش هتبقى حاجه خالص، هتبقى ملح، فلفل اسود وشويه من الكمون. بعد ما نزلت طماطم واتشوحت انزل بقى بالثوم. الثوم ضروري جدا، بيفرق جدا وبينقل الطعم في حته تانية خالص. على جنب كده او جزء من الطاسه بحط الثوم وبسيبه يتشوح كده اشم ريحته، وبعدين اول ما اشم ريحته ابتدي بقى اوزعه على كل الطاسه. كل الطاسه. حد يجي يقولي طب مثلا ما الطعم ده هيبقى حلو قوي، او الاطعمه دي كلها لو حطيناها على المكرونه مباشره هتديها طعم. والله العظيم بيختفي. انا جربت اصلي وبقول لكم عن تجربه. اعملوا ده لوحده وده لوحده وركبوا الطبق على بعضه كده يبقى الطعم احلى بكتير. هنا كانت الصلصه اتسبكت والمكرونه اتسلقت. المكرونه اتسلقت في ميه فيها ملح فقط لا غير. زي ما انتم شايفين المكرونه مش بتتشطف، انا بطلعها من ميتها، من ميه السلق على الصلصه على طول. وهنا حبيت اقول لكم ان انا موطيه خالص وسايباها مع بعضها. انما جو ان احنا نحط المكرونه على الصلصه خلاص لا، لازم المكرونه تقعد على البوتاجاز مع الصلصه تاخد وتدي كده مع بعضها بس. وهنا اكتشفت ان انا محتاجه صلصه للمكرونه فحطيت. بس كده الوصفه كده خلصت وتمام التمام. كانت طعمها حلو جدا وسريعه، ما خدتش اي وقت. حلو بقى ايه في يعني ايه الايام اللي جايه داخلين على الدراسه ومش عارفه ايه، فالاكلات السريعه دي يعني مهمه جدا ان هي تتعمل. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للامه اللي يشوفني، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.